اللقطه الافتتاحيه اللي هي الاستابليشنج شوت دي بتبقى في اي فيلم. المخرج لازم يحط لقطات واسعه في الاول يستبلش بيها المكان، يعني يستعرض فيها المكان. الواسعه اللي هي الوايد بالظبط كده، زي الكاميرا دي كده. فلو احنا بدانا بلقطات كلوزات انا مش هعرف، دماغي كمتفرج مش هعرف اربط ما يسمى بجغرافيه المكان، مين قاعد شمال مين قاعد يمين مين، ودي حرفيه اخراج بحته. فلازم المخرج بتاعنا يورينا المكان. طبعا بطبيعه الحال الاختلاف برضو بتاع الفيلم التاريخي ان انت عندك المكان بقى ده انت اول مره تشوفه، لا ده انا عايز اوري المتفرج المكان اللي هو مشتاق يشوفه. والناحيه دي على فكره تجاريه وفنيه الاثنين. المكان ده المتفرج مشتاق يشوفه، هو داخل دافع تذكره عشان يشوف المكان ويشوف صناع العمل. تخيلوا هذه الحياه بالشكل عامل ازاي. ليه بقى؟ لان الحياه دي غير موثقه، وده اصعب حاجه على فريق العمل واصعب تريبل على مهندس الديكور ومصمم الازياء. مدير التصوير طبعا الموضوع بالنسبه له صعب برضه، لان بينور لوكيشن لازم يكون الاضاءه بتاعته مستخبيه، هي اضاءه صناعيه وتبدو انها طبيعيه بالظبط. ما فعشان مصطنعه يعني اخد عدسه وايد لقطه واسعه لازم ببذل كمدير تصوير مجهود مضاعف علشان اخبي مصادر الاضاءه بتاعتي. مصادر الاضاءه بتاعتي الصناعيه حتى لو في النهار ممكن يبقى فيه مكملات صناعيه وممكن يبقى فيه عواكس، لان انت لو اعتمدتي على نور الشمس فقط وخصوصا على خام السينما يا اما الصوره تبقى محروقه قوي يا اما تبقى ضلمه قوي يعني. فعشان يعني حاجه في التكنيك مش لازم لازم يقفل فتحه شويه عشان ياخد اضاءه كميه الاضاءه اللي هو عايزها ويعادل بعواكس. فيعني عموما هي صعبه على كل الناس مش مهندس ديكور بس.